كان يوتيوبر مشهور يوزع الجواهر المزيفة اسمه عبود أوف منك. في سنة 2023 وبالتحديد في شهر سبتمبر كان خرج تطبيق اسمه كيك. هذا التطبيق باختصار هو تطبيق تعمل فيه لايفات، وإذا عملت شراكة مع التطبيق بتربح فلوس ببلاش يا خوي. ونتمنى حتى احنا إذا كان عندنا PC جيمر نعمل لكم لايفات في الكيك ونشحن لكم جواهر. وقبل ما نبدأ لا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة لكي تعم الفائدة ولكي يدخلوا كثير من الناس لقناة مدار الأسطورة. ويلا نبلش. أوف منك كان هذا اليوتيوبر في 2023 خرج بقوة في ساحة اليوتيوب، وكان بيعمل فيديوهات خنفشارية. ولما خرج هذا التطبيق قال لماذا ما أعمل لايفات وأحصل على فلوس ببلاش. فحمل التطبيق وجاتني المعلومة الساخنة من عند أصدقائي، قالوا لي عبود بيوزع أكواد والجواهر ببلاش وانت بتلعب فري فاير 24 ساعة ما تستفاد ولا شيء. كنت في تلك اللحظة بعتبر نفسي حمار دحش، بيقولوا لي جواهر ببلاش وانا العب فري فاير 24 ساعه وما استفاد. في تلك الوقت تقول لي جوار اعمل لك اي شيء تقول لي راح اعمل لك على مقابل 50 جوهره، ولكن الحمد لله اليوم عندنا الجواهر. المهم قلت هذه فرصتك يا مدار، فرصتك اذا ضيعتها انت دحش وحمار، راح اصير ايلون ماسك العربي. نزلت التطبيق بسرعه وذهبت ابحث عن اوف منك، والنتيجه لقيت التطبيق مولق لي في هاتفي خردة زائد انترنت خردة. كيف راح اجيب جواهر الله اعلم، ولكن صبرت. مسحت كل الصور بهاتفي، مسحت الفيديوهات، حتى فري فاير مسحتها. قلت امسح فري فاير اشاهد لايف عبود ثم ارجع فري فاير. كيف فعلتها الله اعلم. قال لك عبود نقطة واحدة لكل دقيقة. قلت ايزي، راح اشاهد 100 دقيقة راح يعطيني 100 جوهرة. المهم شاهدت اللايف لاخر دقيقة، اشاهد عبود ينزل، اشاهد عبود يزيد دم، واجد عبود بيشرب كل شيء. المهم بدي 100 جوهرة، والاخير كتبت نجمة بوينتس طلع لي 10 نقاط. وطمان كيف فعلها؟ وين الرياضيات اللي تعلمناها في الابتدائي؟ الله في 5 ساعات فيها تريليون دقيقة وانا اعطوني 10 نقاط. قلت مشكلة من الانترنت، وقلت بنمشيها يا صديق عبود. وذهبت لي اليوم التالي واستيقظت بحماس. وصلنا إشعار قالوا لك كيك عبود فاتح لايف. تميت أجري. قلت الجواهر ببلاش وانت يا حمار تلعب فري فاير. شاهدت اللايف بساعات كثيرة وكان وصل لي من نقاط 27 نقطة. قلت طفح الكيل يا عبود، ولكن جاء عبود في آخر اللايف إيش قال لك؟ قال لك إنهم جمع النقاط بيتدبروا. قلت والله إن الخطأ راح يتصلح، راح أشحن 100 جوهرة في 10 دقائق. ووصل يوم الجمعة وشاهدت 6 ساعات متتالية. قلت لا لن أشاهد ساعة لكي لا تكون 100 جوهرة. ليش ما أشاهد 6 ساعات لكي تكون عندي 600 جوهرة وأتفاخر أمام أصدقائي؟ قلت بمشيها. كملت 6 ساعات متتالية وكتبت نجمة بوينتس، وتتوقعون كم طلع لي؟ 37 نقطة. مش 37 نقطة ليوم الجمعة فقط، 37 نقطة من يوم الاثنين ليوم الجمعة وانا شاهد لايفات عبود اوف منك. حتى الاكل كنت ما اكله. والمشكل الكبير جاءت لايفات عبود في ايام الامتحانات. الدراسة قلت لها باي باي. بيدخل عند الرياضيات بيقول لك الاستاذ اكس زائد 2 ماذا تساوي؟ اقول له عبود اوف منك. بيطرشني طرشة خنفشارية بشوف النجوم تبعتهم وجيري بيدوروا لي فوق راسي. وجاءتني فكره اخرى، قالت ليش ما دابا عند عبود في فيسبوك؟ اقول لا ايش حلي. ذهبت عند عبود في فيسبوك قلت له يا عبود انا متابعك شاهدك دائما، ارجوك اعطيني كود جواهر وساكورا. واخيرا بعدما جاءوا الامتحانات طلعت في قناة بيان سبورت كأكفس معدل على وجه البشرية. ولما عرف أبي بالأمر ما زودت ولا لايف لعبود ولا أوف منك، لأنه أبي كسر نصفين وأكل من لحمي أكل دمي كل شيء. قال لك هذا المعدل ما يجيبه حمار أنت جبته الحين. كيف فعلت الله أعلم. ومن ذلك الوقت لا أصدق لا لايفات ولا جواهر مجانية ولا إشي. وانتهت قصتنا لهون، والأمر لا ينطبق على عبود، وهذا مزح فقط. يمكن الله كان من كيك ولم يحتسبوا لي النقاط. ولكن يا صديق عبود إذا شاهدت هذا الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل لايك،
ولكي تعم الفائدة، وحتى أنتم اللي تشاهدون الفيديو الحين اشتركوا بالقناة، ما ضرر لديكم إذا بتعملوا لايك واشتراك بالقناة، راح أنزل لكم فيديو كل يوم. لهنا قد أكملنا الفيديو تبعنا. إذا عجبكم لا تنسوا لايك واشتركوا بالقناة، وإذا بدكم قصص مثل هيك اكتبوا لي بالتعليقات. وكان معكم نظارة، ودمتم في رعاية الله.